جلسة هامة لحسم ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة هامة خلال الساعات المقبلة مع لجنة التخطيط من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم. ووفقا للمصدر، تأتي هذه الجلسة لحسم عدة أسماء مطروحة على مائدة النقاش بعد دراسة ملفات عدد من المدربين الأجانب، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع ضيق الوقت قبل انطلاق الاستحقاقات المحلية والقارية. وأشار المصدر إلى أن الخطيب منح لجنة التخطيط الضوء الأخضر لعرض كل الترشيحات بشكل نهائي، على أن يتم اتخاذ القرار الحاسم خلال أيام قليلة من أجل بدء التفاوض الرسمي مع المدرب الجديد. يذكر أن الأهلي يعمل على إنهاء هذا الملف سريعاً لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، خصوصاً مع ضغط المباريات المنتظر في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا. الأسماء الأبرز المرشحة لتولي القيادة الفنية: 1. جوزيه غوميز البرتغالي، يعد من أبرز المرشحين بسبب معرفته المتعمقة بكرة القدم المصرية بعد نجاحاته مع الزمالك، كما أنه يقود حالياً فريق الفتح السعودي يربط الأهلي به بند جزائي في عقده يقدر بنحو 750,000 دولار. 2. سلاف بيليتش الكرواتي، الاسم دخل في حسابات الإدارة الفنية مؤخراً، وله خبرة تدريبية واسعة، منها مع الاتحاد السعودي وستهام وبشكتاش ومنتخب كرواتيا. وفق اليوم 7 موقفه جدي من المرشحين، لكن التفاصيل المالية والتعاقدية لم تتضح بعد. 3. باولو بنتو البرتغالي، خاض الأهلي مفاوضات جادة معه، يعرف بأسلوبه التنظيمي المنضبط وقدرته على بناء دفاع منظم وانتقال سريع، يعتبر أحد الأسماء الأقرب حالياً للقيادة الفنية، حسب تصريحات مطروحة في بعض المصادر الصحفية. 4. ليوناردو سيمبليتشي الإيطالي، تطرق له الإعلام الإيطالي كمرشح محتمل، خاصة بفضل سجل إنقاذه لفرق متعثرة مثل سيبال، حيث قاد الفريق للعودة إلى الدرجة الأولى الإيطالية. ظهر اسمه ضمن الترشيحات كخيار فني بديل.